فكرت ان اشتري شميز وقلت ادخل على النت اتفرج كده على مواقع اللبس. لقيت الشميزات سعرها من 900 جنيه ل 1300 جنيه. ليه؟ ولسه ناقص له طرحه وبنطلون وشنطه وجزمه، يعني عشان اكون طقم عايزه لي 5000 جنيه. تفتكروا ادخل جمعيه ولا اعمل قرض؟ هو في ايه؟ هو اللبس الصيفي غالي قوي كده لسه نازل؟ الاسعار عاليه جدا. طب انا عايزه اشتري لبس صيفي والظروف مش احسن حاجه، اعمل ايه؟ وخصوصا بقى لو انا بشتغل وبنزل كل يوم هبقى عايزه طقم مختلف يوميا. بصي بقى، اصبري وما تشتريش دلوقتي غير الضروري. لو لازم لك طرحه هاتيها، لازم لك بنطلون معين هاتيه، يعني نشتري الضروري وبس دلوقتي. استني شهر الخصومات اللي كل المحلات بتنزل فيها السيل والاسعار بتنزل النص. وعن تجربه والله، انا بقى كان في كارديجان عجبني اول الصيف ب 680 جنيه، رحت جبته. جت اختي طلعت انصح مني وقالت لي انا هستنى السيل. عارفين اختي جابته بكام؟ ب 300 جنيه ومن نفس المحل ونفس البراند. تخيلوا، طلعت قروبه اكتر مني. بس انا ما سكتش، رحت جبت اتنين واستفدت بالسيل وحطيت الثلاثه جنب بعض وقعدت اعيط. بس عايزه اقول لكم حاجه بجد، انا وقت ما اشتريته كنت محتاجاه، علشان كده رحت جبته بالغالي. دوروا على محلات الاستوكات، بقى فيها حاجات حلوه قوي وبراند والاسعار مريحه شويتين. هو بس هيحتاج مننا شويه مجهود ان احنا ندور ونلاقي المحلات دي. اعاده تدوير اللبس، خدي لك غطس كده في دولابك وهتلاقي كتير. اسمعي مني، وممكن تجيبوا حاجات قديمه كده هتروشنوها وتعملوا لها اي حاجه وهتبقى جديده. لو في هدوم اتزقت عليكي مفيش حل غير انك تعملي دايت وتخسي، لان مش هنشتري بالاسعار كده. الدايت هيعمل حاجتين، هيوفر لك اكل وهيوفر لك ثمن اللبس. قولي لي بقى في الكومنتات، خسيتي ولا اشتريتي لبس بالغالي؟